شفنا تجربة باع المتجولين إن ممكن حد يبيع حاجة بدون رقابة. الدولة واخدة الموضوع ده بكل جدية وحزم، بدأت إن هي تعمل لهم أماكن على أعلى مستوى عشان تقدر توفر لهم الراحة ويكون في رقابة للموضوع ده. إحنا دلوقتي 6 أكتوبر. هو ده اتحصر على الطبيعة، لكن واحد قاعد في الشارع محصور على الطبيعة. يعني في لجنة نزلت حصرت الناس دي على الطبيعة ما بين الكر والفر مع المرافق مع جهاز المدينة. فمن هنا جت الفكرة انهم يتبنوا انه يبدوا الناس دي باكيات علشان يقعدوا فيها. ففي شركة تقدمت ان هي عايزة الارض مقابل انهم يبنوا باكيات ويتحصر بسعر زهيد ليهم. ان ده قاعد على الطبيعة في الشارع كذا مرة. فمن هنا جت فكرة تقنين وضعه ازاي انه يجي في مكان آدمي يعني. هنا الفكره برضه تبنتها الهيئه وبنبني مكان تاني على حساب الهيئه نفسها بقى. يعني جهاز المدينه عنده الارض طرحناها لشركات تقدمت ليها، احنا اللي بنبني على حساب الدوله بحيث ناخد الناس الباعة الجايين اللي موجودين في الحي السادس في منطقه اسمها تايجر لاند، ارض فضاء هناك بجوار المدرسه الثانويه العسكريه بنين في الحي السادس. كنت واقفة في الشارع الأول كنت ببيع، بعدين فتحنا معرض عند الحصري بس ما حصلش برضه نصيب لأن مامتي تعبت شوية، وجينا هنا يعني فتحنا هنا محل أجرنا هنا، بس الحمد لله ماشي الحال والمحل حلو. هنا محل نضيف في وسط حتة حلوة وفي وسط يعني كمان في ناس واقفة على المحلات وتخلي بالها من المحلات، لكن في الشارع كانت ممكن أي حاجة تتسرق. حاجة حلوة جدا يعني إن عمل هنا في المشروع ده، لأن احنا برضك مش لاقيين حاجة نفتحها، كنا بندور برضك على محلات وكده. عشنا مشكلة الباعة الجائلين اللي عاملين زي القنبلة الموقوتة. البائع الجائل ممكن يبيع الممنوع والمحرم بدون أي رقابة وفي أي مكان. علشان كده الدولة سخرت كل أدواتها وجهودها لمحاربة الظاهرة ديت. ده نموذج مصغر للجهود الجبارة اللي بتقوم بيها الدولة كل يوم علشان ترعى ولادنا وشبابنا وتوفر لهم البيئة المناسبة للنجاح والتطور. شوفوا احنا كنا فين وبقينا فين ورايحين على فين.